عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض 3 وصفات. هنعمل مع بعض بطاطس، بس مش بطاطس صينيه، هنعملها مكعبات مطبوخه يعني. وهنعمل كمان ملوخيه ناشفه، وهنعرف طريقه تنظيفها. نبدا الاول بالبطاطس. هنا معانا بطاطس نص كيلو، معانا عصير طماطم، معايا بصله كبيره، معايا فلفل حامي والوان، ومعايا فصين توم. دي السمنه حطيناها في الحله. السمنه دي دهن طبيعي، وهنعرف ازاي نحوله لسمنه في نفس الفيديو برضو ان شاء الله. هنا بقى نزلنا بالبصل بتاعنا بعد ما ساحت السمنه اللي احنا عملناها. ننزل بقرن فلفل كده حامي عشان يدينا طعم كده وريحه حلوه في طاجن بطاطس ان شاء الله. وننزل برضو بعصير الطماطم بعدها، ونقلب بقى كده تقلبتين. ننزل بالبطاطس. هنحط بقى بعد كده، هنا حطينا بقى فلفل اسود، وبعدين نزلنا بالملح، وبعدين نحط البهارات بتاعتنا بقى. هنا فصين الثوم. هنحط بقى الفلفل الالوان. الفلفل الالوان ده يا جماعه انا اللي مفرزاه. هنا البطاطس خدت غلوه حلوه كده، وبعدين هنحطها بقى في الطاجن وندخلها الفرن. نحط عليها الفلفل. احنا مش هنحط الفلفل على النار عشان ما يتهريش، احنا هنحطه كده عشان احنا خلاص البطاطس كده كده استوت، فانا باخدها بس كده وش كده في تحت الشوايه. هنا بقى طريقه السمنه اللي انا قلت عليها في الاول يا جماعه، اللي عملنا منها طاجن البطاطس. ده دهن انا بحوشه من اللحمه اللي بجيبها. هنا بقطعه صغير خالص كده، حتت صغيره. نقطعها كده حتت صغيره بس يا جماعه بقى. واحنا ممكن كمان، مش انا محوشه دي من اللحمه، انما انا في الطبيعي ممكن نشتري الدهن ده من عند الجزار واحنا بنجيب اللحمه. هنا بقى انا بعد ما قطعته رفعته في حله كده على النار، وهوطي النار خالص عليه واسيبه بقى يسيح. مفيش ميه، مفيش اي اضافات عليه خالص. هو بصوا، هو بعد شويه بعد 10 دقايق كده ابتدى ينزل السمنه بتاعته. بس انت بنقلب بقى فيها من وقت للتاني عشان ما يلزقش، وطبعا عشان الحاجات اللي هي مساحتش اللي هي من تحت تطلع فوق وتسيح، وتبتدي نقلب من فوق لتحت كده من وقت للتاني عشان ما يلزقش. هنا خلاص وصلت. هنا عملنا خلاص كده الدرجة اللي احنا عايزينها. هنطفينا عليها بقى، وشيلنا الحتت الدهن اللي هي اتحمرت دي، بيسموها عشيم. دي ممكن تتحط برضو في سندوتشات كده، وتحط عليها ملح وفلفل وتتاكل. وفي ناس بتحب تحطها في المحشي، بتبقى جميلة جدا يا جماعة على فكرة. يعني في الخلطة بتاعت المحشي كده بتتقلب، بتبقى طعمها جميل جدا للي بيحب. والسمنة بقى كده بس، وممكن تاكليها زي ما بقولك. هنا بقى السمنة خلاص هنسيبها بقى تهدى خالص، وبعد كده نعبيها. ولما تبرد هتبقوا شايفين زي ما انتوا شايفينها كده، احلى سمنة طبيعية تقدري تستعمليها في الطبيخ، مش مهدرجة. هنا بقى نعمل الملوخية الناشفة. اول حاجة في الملوخية الناشفة دي لازم ننضفها. بره لما بنيجي نشتريها بيقولك دي هي نظيفة وجميلة وتستعمليها على طول. لا طبعا، هي بتبقى خشنة ومليانة قش ومليانة تراب. الطريقة دي كانوا زمان بيسموها تكريم الملوخية، اللي هي تنظيف الملوخية. نحط ورقة، اي ورقة عندك، صينية كبيرة، ونبتدي نحط الملوخية بتاعتنا في المصفى، ونفضل نفرك فيها وننعم فيها كده ما بين ايدينا لحد ما تنزل الملوخية الناعمة تحت، وتفضل الحاجات الخشنة فوق مع القش. الفرق ما بينهم طبعا واضح. اللي على الجرنان هي اللي هنطبخها، اللي هي دي. هي كده دلوقتي خلاص بقت ناعمة معانا، والخشن كله اتشال مع القش، ده هيترمي. انما اللي على الجرنان التاني ده هو ده اللي احنا هناخدها ونستعملها. هنا هنجيب بقى الخطوة اللي بعد كده، المنخل الحرير بتاع زمان اللي بننخل بالدقيق. في منخل سلك وفي منخل حرير. ده الحرير عشان ينزل بقى التراب الناعمة قوي، عشان لما نيجي ناكل
ما تقرقش في بقنا، فلازم التراب ده ينزل. كل ده بيبقى موجود في الملوخية لو ما تنضفتش. هو طبعا بياع بيقولك لا دي نضيفة وزي الفل، لا احنا لازم نعمل الخطوة دي طبعا، لان دي اللي هتخلينا ناكل ملوخية نضيفة فعلا. هنا كده خلاص نخلتها ونزلت التراب. طبعا هي ما تنفعش بالمنخل يا جماعة ابو يد ده. هنحط بقى هنا الشوربة على النار. على فكرة الملوخية طبعا ما بتتغطاش، هنغطي بس الشوربة لحد ما تغلي وننزل بالملوخية. بعد كده ما بنغطيش الملوخية خالص عشان ما تسقطش. نحط شوية شوربة صغيرين عشان الملوخية برضو ما تسقطش مننا. ولو احتاجنا بعد ما نزلنا الملوخية زي ما انتم شايفين كده، لو احتاجنا شوربة هنزود. كل واحد بقى حسب ما بيحبها، تقيلة بيحبها خفيفة. انا بحبها تقيلة، اللي بيحبها بقى خفيفة ممكن يزود شوية شوربة. وتقلبتين كده لحد ما خلاص تاخد لون واحد. بعد كده بنروح شايلينها على طول، ما بتغليش يعني يا دوب. هنا هنعمل بقى التقلية. انا حاطه هنا زبدة يا جماعة، بس ممكن طبعا نعملها بالدهن اللي احنا سيحناه اللي عملنا منه سمنة، تبقى طبعا جميلة جدا. هنا حطينا هنا فصين توم طبعا، وحطينا شوية كزبرة، التقلية المعروفة يعني بتاعت الملوخية. اما تصفر بقى كده وتاخد اللون الدهبي الجميل ده، ننزل بيها على الملوخية والف هنا وشفا. يا جماعة على فكرة الدهن اللي احنا سيحناه مع بعض وعملناه سمنة، بعد ما بنرفعه من على النار بنحط له ربع كوباية زيت كده عشان تبقى دايبة ومرملة معانا كده وجميلة. بس هي دي خطوة انا بس نسيت اقولها لكم. كده اكون خلصت وصفاتي يا جماعة، واتمنى انها تعجبكم، واتمنى برضو ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.